ازيكم عاملين ايه النهارده هنتكلم عن موضوع جديد. موضوع ليه احنا لما بنعمل حاجه ممتعه بنحس بالذنب. بمعنى اصح، ايه علاقه الاستمتاع بالذنب وليه رابطينه عندنا كده بان هو ايه؟ بنحس بالذنب اما بنعمل حاجه ممتعه لنفسنا او حاجه فيها رفاهيه. هو في اغلب المواضيع، يعني عايز تعرف الشخص بص لطفولته، فاكيد يعني دي حاجه جايه من الطفوله. ازاي؟ ان احنا لما كنا بنلعب او بنسيب المذاكره بتاعتنا او بنعمل اي حاجه في وقت الفراغ، في الغالب كانوا اهلنا بيقولوا لنا ان ايه، ان ديت حاجه لعب عيال ومش هتنفعك وهتبوظك. فبنحس دايما عندنا احساس كده ان في حد هيزعق لنا او حد هيجلدنا لما احنا نعمل ايه، حاجه لنفسنا ممتعه حتى لو ما وراناش حاجه. يعني انا فضلت في دماغي كلمه بتاعت مامتي لحد ما كبرت، اللي هي يا تذاكري يا تنامي، اي حاجه تانية بقى هعملها ان انا هلعب، هقعد مع نفسي ابص في السقف، مش هعمل اي حاجه تانية. دايما كنت احس ايه، لا في رادع كده جوايا، حاجه بتجلدني بتقولي لا ما تعمليش كده، يا اما تفصلي خالص تبقي مش موجوده في الدنيا، تبقي نايمه، يا اما ان انت تقعدي تعملي حاجه جديه. طبعا تذاكري دي يعني بقى ان انا ايه، اشتغل، اعمل مسؤولياتي، المهم ان انا ما اقعدش فاضيه، ولا ان انا اعمل حاجه بتمتعني. انا بحب الرسم مثلا، وبحب الحاجات اللي هي اليدويه، بحب هوايات كتير. كل ما كنت اعملها احس ايه التفاهه اللي انا هعملها، حتى لو جيمنج على الموبايل. فاحنا عايزين ايه، نعمل حاجه بقى عمليه. احنا عايزين نقعد مع نفسنا ونشوف ايه الحاجات اللي بنحس بالمتعه واحنا بنعملها. وفي الغالب هتبقى حاجات هايفه، ما هو اكيد، او حاجات تافهه، بس هي تافهه مين؟ بمنظور الناقد الداخلي، اللي هو الناس الكبار اللي كانت بتشرف على تربيتنا. لكن طب مثلا اللي كان بيلعب كوره، لو هي حاجه هايفه، دلوقتي لعيبه الكوره هم اكتر ناس مشهورين واكتر ناس معاهم فلوس ومؤثرين. الرسم، في ناس رسامين دلوقتي بقوا في كل حته، حتى الموديلنج والميك اب بقى دلوقتي الناس المشاهير والانفلونسر اغلبهم من الناس دي. فهي اصلا كلمه هايفه اللي احنا حطينا عليها دي يعني في الغالب غلط، بس احنا عشان ايه؟ عشان نعرف نوصل كده لجوانا، لان ما بحب ايه، ما بحبش حاجه. هوايتكم ايه؟ ماليش هوايه. اغلب الناس لو سالتها كده. بس تعالى ارجع مثلا 30 سنه او 20 سنه او وات ايفر، انت عندك كام سنه؟ ارجع وانت 5 6 سنين، اكيد كان في حاجه هوساك، يا اما تلعب بالعربيات الصغيره، يا اما تركب ميكانو، يا اما ان انت ترسم، تلون، تلعب كوره. الا لازم هيكون في حاجه او اتنين او اكتر انت بتحبهم. انت ممكن تكون او انت ممكن تكون متعدد الهوايات والمواهب، ده في ناس كتير كده ودول مبدعين جدا. فهنشوف بقى نكتب لستة كده، ولازم نكتب لستة، يعني هنعصر مخنا. انا هكتب 10 حاجات، 10 ما نقلش عن 10، ممكن اكتر، لان احنا لو عصرنا مخنا نكتب 10 هنلاقي. بحب اتفرج على التلفزيون، بحب اصطاد سمك، بحب اي حاجة، يعني ارسم، اعمل، اخيط، العب كورة، اركب عجل، اي حاجة. كل حاجة كان بيتزعق لك عليها وكان بيتقال لك ايه، ديت حاجة تافهة، دي مش هتنفعك، هم دول. عايزين بقى ايه؟ الليست دي هنكتبها، وهنشوف بقى وراها ايه. هنشوف المعتقد او الدافع اللي بيقولي ما تعملش كده او بيحسسني بالذنب. الذنب ده اصلا هو مش شعور، هو فكرة بتقول حاجة. الاحساس بقى اللي بيجي من وراها ده بقى اللي هو التأنيب والعار، دول حاجات تانية. بس كلمة الجلد الذات او الذنب دي بتكون فكرة، وبتكون فكرة شريرة وخبيثة قوي كده من تحت لتحت. مش هتظهر لك فجأة تقول لك ايه، انت ما بتعملش كده، تقول لك ما تعملش كده عشان حرام، ما تعملش كده عشان هتضيع وقتك، انت ما تعملش كده عشان انت راجل كبير او انت ست مسؤولة. فعايزين نكتب بقى بعد ما عملنا 10 حاجات اللي هما الهوايات اللي احنا بنحبها، هنعمل بقى 10 حاجات تانية. ايه اللي دماغي بتقولهولي وانا بعملها؟ مثلا انا وانا برسم مثلا، يعني دماغي ممكن تقولي ايه، ايه الهبل اللي انت بتعمله ده، او انت صغير على اللي انت بتعمله ده، انت تافهه كده. اكتبيهم او اكتبهم، هيبقوا مؤلمين طبعا، امال ازاي الجلد؟ هكتبهم كلهم ال10، نص الصفحه كده، هيبقى نص الصفحة ال10 اللي هم الممتعين بالنسبة لي أو الهوايات، ونص الصفحة التاني بس لازم أخلص الأول، أعصر مخي، مش هكتب أي 10 حاجات، أخد وقتي. لأن ممكن عقلنا يخدعنا، وده أستاذ في كده، يقول لنا إيه، 10 اكتب أي حاجة، يشوف بقى صاحبك بيحب إيه، حد تاني بيحب يكتب لك أي حاجة. لا، إحنا عايزين نعمل مجهود شوية. وال10 حاجات التانيين دول هيبقوا اسهل. ليه؟ انا مثلا لو افتكرت ان انا لما كنت برسم كان بيتقال لي ايه، على طول هتطلع كلمة ماما او بابا او اللي كان بيعلمني وانا صغير المدرس، مثلا ايه، بلاش مسخرة. لو حد بيحب مثلا الرقص او التمثيل او يغني، بلاش مسخرة، الكلام ده حرام.
ايه التفاهة دي؟ هتستفيد ايه؟ في الغالب هيبقى كل الحاجات اللي انا بقولها دي كومن بينا، لان في النهايه المصريين يعني كلامهم متقارب، وفي النهايه الطبقه العظمى اللي هي الوسطى دي في النهايه هيبقى الكلام شبه بعضه، والمدرسين كلامهم شبه بعض. هتخرج عن ايه؟ يا اما ده غلط، يا اما ده مسخره، يا اما المذاكره اولى، يا اما انت بتضيع وقتك، او ده حرام. يعني في الغالب هيبقوا كده. طبعا لو حد بقى ليه يعني مامته او باباه ليهم مثلا حاجه بصمه كده زي يا تنامي يا تذاكري، هتبقى الكلمه بتطلع كده. بس برضو نعمل مجهود شويه فيها، ولكن دي هتبقى اسهل. هتخيل نفسي وانا برسم مثلا، اول ما هقول ايه انا هنزل اجيب ادوات رسم او هقوم ارسم، هي الكلمه مش ما شاء الله مش هتحتاج تتوصى، هتطلع على طول. تقول لك انت رايح فين؟ اقعد، انت صغير، انت هو انت عبيط، ايه الهبل اللي هتعمله ده كده؟ يعني هنكتب بقى ده كله ليه؟ لان هي الحاجات دي اللي مخلينا نحس بالذنب في اي حاجه تانية ممتعه. احنا ما تعودناش نعمل الحاجه غير اللي هيبقى ليها نتيجه، او يبقى ليها مقابل معروف محدد. ان مثلا ذاكر عشان تنجح، نام عشان تصحى بدري، ارسم ليه؟ ارسم ليه؟ ملهاش ليه، انا بستمتع. لا، دي غلط. اتقتلت فينا بالنظام التعليمي او whatever نظام التربيه او كده. المهم ان هي احنا عايزين نصحيها. احنا هنا مش هندور على الاسباب قوي قد ما هنعمل خطوات عمليه تخلينا نحسن اللي ما تعملناش واحنا صغيرين. انما بقى موضوع الاسباب ده ليه مواضيع تانية ممكن نبقى نعمل عنها يعني حلقات، بس يهمني اكتر التطبيق العملي، او ان احنا نفهم هو ايه اللي بيطلع لنا ده، هو ليه انا بطلع سلوك انا مش عايزه، هو انا ليه حاسس وانا بعمل حاجة كويسة ان انا دايما غلطان. فهو بيبقى في الغالب الناقد اللي جوانا ده اتربى من مين؟ من الكبار، الناس اللي قاموا على تربيتنا. ففي الغالب هتبقى كلماته، بس مش هنستسهل برضو. هنمسك حاجة حاجة واتخيل. انا دلوقتي هتخيل ان انا نازلة اركب عجل، هتطلع على طول كده في دماغي كده. اقعد دلوقتي ليه؟ انت وراك، انت عندك وقت، انت يا ابني انت مش مسؤول؟ هو انت مش ست مسؤولة؟ ما تربي عيالك احسن. ما تنزل تشتغل تعمل لك حاجة مفيدة. انت هتفضل فاشل ومش فالح كده على طول؟ لازم هنعرف ده بقى على طول منين. فلما ايه بقى الهدف من كده؟ تصدقوا ان اصلا ان انا اعرف الحاجات دي وابص لها ده لوحده خطوه. يعني هو اللي احنا عملناه ده في خطوات طبعا تانية، بس اهم خطوه هي الوعي، ان انا ابقى واعي هو اللي جوايا ده بتاع مين وبتاعي ولا مش بتاعي. يعني دي لوحدها خطوه، وبتاخد رحله، بتاخد وقت، وهتحس لوحدك ان انت في حاجات لوحدها تانية اتحلت. يعني دي ما بتبقاش زي ايه، يعني هاخد الدواء ده فهيعالج لي الحاجه دي، انا هعمل ده لا، دي بتبقى بترد في حاجات تانية كتير في الحياة. يعني ما بتتقلش، بتتحس اكتر، ولما بتتنفس بتوصل النتائج. فانا هلاقي نفسي ان انا مثلا كان في ضغطة في جسمي ما بقتش موجودة، تخيلوا، او كان في موقف بخاف اواجهه بقيت اواجهه بسهولة. ده بس من ان انا ابص هو ايه اللي جوه، يعني اقعد اشوف ايه الحاجات اللي ممتعه بالنسبه لي وعملتها. ده كل ده على الورق، ده لسه بقى بمال بقى لما نمارس الهوايات دي، دي خطوه تانية. بس ثيوريتيكلي كده على الورق ده بيعمل كده، ان انا ابقى عارف الحق القط نفسك، انت بتجلد نفسك دلوقتي عشان فلان قالك كده زمان. ده بقى صح ده بقى غلط، ده موضوع تاني، بس بقت خلاص اون سبوت. بقيت انا واعي باللي بيحصل، لان في حاجات جوه وناس عايشه جوه احنا مش واعيين بيها. فاحنا بس وانس ان احنا نقفشهم كده خلاص بقى عدوك على حجرك، بقيت انت مسيطر على العدو او على الفكرة اللي جايباك ورا، غير ما هي بقى انت سايبها طايحة كده جوه ومش عارف عنها حاجة. فالخطوة دي لوحدها محدش ابدا يستهون باهميتها. بعد ما الواحد عمل مشوار طويل ده قد تكون دي اهم خطوة اصلا، ان انا بس عملت فوكس انا ايه اللي جوايا، هي الكلمة دي بتاعت مين، هو مين اللي قالها لي. بس فده كانت الرابنج اب بقى، ان ديت كانت الفكره ليه المتعه مرتبطه معانا بالذنب. والتمرين ان انا هعمل ايه نصين الصفحه، وهعمل 10 حاجات انا بحب اعملهم، وايه الكلام اللي بيجيلي يقول لي يجلدني جوايا لما اعمله. بس وده كان فيديو النهارده، واتمنى ان الناس تطبق عشان اهم حاجه التطبيق، وان شاء الله نتقابل تاني في حاجات احلى كتير. شكرا.